احنا اللي صح، وربنا ان شاء الله هينصرنا، والنادي الاهلي عمره ما هينهار ابدا. ويعني انا بعتبر ان دي محنه وربنا ينجينا منها ان شاء الله باذن الله، ما نخلص منهم باذن الله قريب ان شاء الله. سياده اللواء محمد الحسيني عضو جماعه من النادي الاهلي، متشكرين شكرا جزيلا. انا بس عايز اكمل على سياده اللواء. فرانسيس 750,000 دولار زي ما قال، محمد غدار 600,000 دولار. لعب 64 دقيقه، الدقيقه حوالي 10,000 دولار. أسامة حسني 2.5 مليون جنيه في 3 سنين، لعب 264 دقيقة. فابيو جونيور دفعوا في 650,000 يورو وهو خد 200,000 يورو. والسمسار قريب صاحبنا 500,000 جنيه. فريد شوقي اللي جابوه ده، فابيو جونيور دوت، انا فاكره هيلاعب كرم جابر ولا حد جايبه مانويل، جايبه بودي جارد ليه ولا حاجه. ينفع. وعلى فكره الكلام ده اتقال لي من لعيبه النادي الاهلي لما جه ومشي هو والسمسار بتاعه. لو عندك يا محمد يا ريت تجيبها لي يا محمد عشان نفكر الناس احنا اللي بنحب النادي الاهلي. صديقك من صدقك، ما بالك بقى حبنا وعشقنا. صديقك من صدقك، قلنا الكلام ده. بياخد كام بقى الكابتن في البرتغال؟ 100,000 دولار. بقاله كام سنه، بقاله قد ايه ما بيلعبش؟ بقاله 6 شهور ما بيلعبش. يعني انا مش عارف. الله يرحمك يا صالح يا سليم، الله يرحمك يا صالح يا سليم. البيه كان بياخد 100,000 دولار في البرتغال. عبد الله السعيد يكلف النادي الاهلي في ال3 سنين 18 مليون جنيه، وعليهم ممكن يبقى احسن لعيب في مصر. ويا حسام يا حسن على مسؤوليتي الشخصيه، لاعب سعيود اذا ما بقاش احسن لعيب في مصر ما بقاش مصطفى يونس. الشيكات خلاص طالعه، كان معايا ورقه الشيكات هطلعها لكم دلوقتي، اللي طالعه بكره وبعده الحد والاثنين. عد الملايين طالعه زي الرز. لا ده مش كده وبس، الغلابه العيال اللي نايمين في النادي والناشئين اللي ليه 3000 شيك واللي 5000 شيك ما فيش فلوس. 5000 جنيه شيك ب 5000 ولا 3 ما فيش فلوس. العمال ما فيش فلوس. المطاعم الاكل والشرب اللي بياكلوه اللعيبه بتاع ما فيش فلوس. لكن سمسار يقبض، لعيب يقبض، لعيبه اشتري، وبعدين بتمشي ولادك اللي من صلبك، اللي يعرفوا يعني ايه النادي الاهلي، يعني يعرفوا يعني ايه مكسب. احمد شكري وعفروتو شهاب هقول ايه بس، هقول ايه؟ وزي ما قال الراجل على التلفزيون، شديد قناوي مين اللي مشاه؟ فضل ده اللي انت جبته بعد 5 سنين مين اللي مشاه؟ وغيره. النوبه الجايه هتجيب لكم ال 64 لعيب اللي النادي الاهلي جابهم ومشاهم في عصر مانويل جوزيه، هذا المدرب الفذ العبقري اللي مالوش زي. يعني اقول يا جماعه بالنسبه للعمال الغلابه، كابتن مصر والنجم الكبير والخلوق والمحترم والمحترف الحقيقي احمد حسن، الراجل قال ليه حوالي 67,000 68,000 مكافآت. قال انا متنازل عنهم للعمال اللي في النادي الاهلي والموظفين. البهوات عملوا ايه بقى؟ خصموا منه 40,000 جنيه. عشان ايه؟ عشان طلع في قناه الاهلي. قناه الاهلي دي بتاعت لا مؤاخذه يا احمد، يعني كان القناه دي بتاعت احمد حسن، بتاعت ام احمد حسن بالبلدي كده، يعني بتاعت ابو احمد حسن قناه الاهلي دي. وبعدين طالع في حب مصر لا للتعصب، وجاب لعيبه الزمالك ولعيبه الاهلي، والناس اتكلمت في الحاله المحتقنه اللي احنا كنا فيها، نجم كبير زي دوت. وبعدين بشهاده رئيس القناه اكتر حلقه جابت اعلانات 23 دقيقه في حلقه احمد حسن. العقاب ده انت مش عاقبه احمد حسن، انت بتعاقبوا العمال الغلابه والموظفين الغلابه اللي في النادي، اللي الكابتن احمد حسن هيتبرع بيهم للناس اللي بتشتغل في النادي اللي عاشرهم. لكن زي بالظبط زي موضوع حسام البدري، منعوا مكافاه حسام البدري ليه؟ ان شاء الله يعني انتوا بتحكموا في ارزاق الله. الرزق ده بتاع ربنا، ده الرزق ده بتاع ربنا. لما تحجب الرزق اللي بعته ربنا ما اعرفش ربنا هيعمل ايه بصراحه. حسام حسن ممنوع من المكافاه، حسام البدري ممنوع من المكافاه عشان راح تعاقد مع المريخ من غير ما يقول.
ادي الكباتن زيزو بره وحسام البدري ابن من ابناء النادي الاهلي مفيش مكافاه، وغيره 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 وغيره. عايز تفضى عليهم، هم تفضى عليهم. هي انا بقولها بمنتهى الصراحه، النادي الاهلي مقسوم اتنين، نص حسن حمدي ونص الخطيب، ده يجيب ناسه وده يجيب ناسه، ده يجيب مش عارف ايه وده يجيب مش عارف ايه، ده يحارب عشان مش عارف ايه وده يحارب عشان ايه، والنادي الاهلي الضحيه. ونرجع نقول انت بتحقد وانت ما بتحبش وانت جوزيه جوز امي اصلا، جوزيه جوز امي ماتت من زمان على فكره. لكن لك الله لك الله يا نادي الاهلي، وان شاء الله يعني انتوا بتفكروني على فكره بالحكومه السابقه بتاعت نظيف زي ما قلت وصفوت الشريف، واحنا بنعمل اللي احنا عايزينه. لكن ربنا كبير، ربنا كبير، والنادي الاهلي اكبر من كل الكلام دوت. نروح اسكندريه مع